أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين. بسم الله الآب الخالق الحي بالروح الناطق بالكلمة الإله الواحد آمين. نكمل معكم يا أخوتي الأعزاء مناظرة الراهب البصري أو إبراهيم الطبري من كنيسة المشرق الرسولية مع الأمير عبد الرحمن بن عبد الملك الهاشمي التي جرت في بيت المقدس في سنة 820 ميلادية. فقال الأمير: أنك يا راهب قد تكلمت عن الله بالعظائم، وقد أتاني رجل من العرب مسلم اسمه البهلي ومعه معرفة ما أنتم عليه، فأحضره لك حتى تخاطبه بين يدي. قال الراهب: نعم أيها الأمير، ليكن لك كما. ولما دخل البدوي البهلي في محضر الأمير عرف قول الراهب وما جاءهم به، فنظر إلى الراهب طويلا ثم قال، أي البهلي نظر إلى الراهب: إنكم يا معشر النصارى تفترون على الله جهارا، تزعمون أن كلمة الله الأزلية سكنت في عيسى ظاهرة وباطنة، وأن عيسى صلب على خشبة وطعن بالحربة وثقبت يداه ورجلاه. فأما أن تقولوا أن الكلمة تنحت عنه عندما طعن بالحربة والحرارة وقعت على الحديد، إما أن تلزموا الكلمة ما لزم عيسى من الأوجاع والموت، أي دخلت الأوجاع والآلام إلى الطبيعة الإلهية. نحن نؤمن أنه إله كامل وإنسان كامل. ويكمل البهلي قائلا: وتكون كاذبا في الحالتين، لأنك تقول أن كلمة الله ساكنة في عيسى ظاهرة وباطنة بلا امتزاج ولا افتراق، فكيف يكون هذا؟ فقال الراهب: أنا أخبرك كيف تستقيم كلمة الله ساكنة في عيسى باطنة وظاهرة لا ينالها ما نال عيسى من الأوجاع. وسأل الراهب: من ينفق الروح في الطفل وهو في بطن أمه، كما يؤمنون المسلمين أنه نفخ في فرج مريم الملاك فحبلت؟ قال المسلم: هذا ملاك يبعثه الله ومعه نفس روحانية فينفخها في الطفل وهو في بطن أمه. فسأل الراهب: الملاك مخلوق محدود أم لا؟ فقال المسلم: الملاك مخلوق محدود. قال الراهب: ومع كل إنسان ملاك موكل به حتى يقيمه يوم القيامة قدام الديان، كما يعلمنا أيضا الكتاب المقدس أن المؤمنين لهم ملائكة حراس حتى يوم القيامة. قال المسلم: نعم. قال الراهب: فنحن في هذا البيت والملائكة معنا، لو وقع هذا البيت علينا وقتلنا من كان يأخذ نفسنا؟ قال المسلم: ذلك الملاك الذي هو معنا وبنا موكل. قال الراهب: إن غضب الأمير على رجل من هذه الجماعة فحلف أن يطبخه بالزيت، فدعا بقدر عظيم، فأجلس ذلك المغضوب عليه في القدر وصب عليه من الزيت ما يغمره،
وأمر أن تطبق القدر وترصص ويوقد تحتها، فهل الملاك الموكل به معه في القدر أم خارج القدر؟ قال المسلم: ومعه داخل خير خارج وخارج غير داخل، وهو الذي يقبض روحه. قال الراهب: وكيف يكون هذا مخلوقا محدودا داخلا خير خارجا وخارجا غير داخل؟ إما أن تقول أن الملاك خارج الرحم، فإذ خرج الطفل من بطن أمه نفخ فيه الروح، وإما أن تلزمه الرحم الذي فيه الطفل، وإما أن تقول أن الملائكة الموكلين بنا ينتحون عنا عند وقوع البيت، وإما أن يتحملوا العذاب والموت الذي لزمنا، وإما أن تقول أن ملاك ذلك المطبوخ بالزيت تنحى عنه فإذا مات قبض روحه، وإما أن تحملها الأوجاع والموت التي تحملها ذلك الإنسان. قال المسلم: أن الله خلق الملائكة روحانيين لا يوصفون ولا يحدون، وهو الفاعل لما يريد. قال الراهب: لابد من الإقرار بأحد الأمرين: إما أن يتنحى الملائكة عن البشر عند الشدائد، وأما أن يتحملوا ما تحمله البشر عند الشدائد. قال المسلم: بل إن الملائكة مع العباد بلا حد ولا افتراق ولا امتزاج، ولا ينالهم ما نال العباد من الشدائد. قال الراهب: أنت قد أقررت أن الملائكة مخلوقين محدودون، وهم مع العباد بلا حد ولا وصف، ولا ينالهم ما نال العباد من الشدائد والرخاء والآلام، فكيف تكلفني أن أصف لك الخالق الذي خلق الخلائق، والذي لا يحد ولا تدركه العقول وليس كمثاله شيء؟ قال الراهب: أما قولك عند طعن الحربة وقوع الحديد الحرارة على الحديد، فماذا تقول في جمال الشمس التي سنعطي مثالا بها؟ ثم أخذت حربة طعنتها بها وقطعتها عضوا، أكان طعن الحربة يعطل حرارة الشمس وسلطانها، أم هل كان ينقطع من الشمس شيئا من الأعضاء؟ قال المسلم: لا يا نصراني، ما ينال الشمس مما ذكرت شيئا. قال راهب: لابد من الإقرار بأحد الأمرين: إما أن تتنحى الشمس عند طعن الحربة وتقطيع الأعضاء، إما أن تتحمل الشمس ما تحمله. ثم قال الراهب: كما أن الملائكة مع العباد بلا حد ولا افتراق ولا امتزاج ولا حصر جوهر ولا ما ينال العباد، كذلك كلمة الله الخالقة الأزلية مع المسيح في البطن والميلاد والشدة والرخاء وعلى الصليب وعند طعن الحرب والحديد، ومعه في القبر وهي بعثته واصعدته إلى السماء العليا من غير حصر جوهر، لا ينالها شدة ولا رخاء ولا آلام، تبارك وتعالى عما وصف الواصفون. هنا المسألة جديدة، وهي الوضوء الحقيقي في الإسلام عندما يتوضأ المسلم. قال الباهلي: ما بالكم لا تتوضون في كل صلاة ولا تغتسلون من الجنابة؟ قال الراهب: وما هو تفسير الجنابة؟ قال المسلم: الاحتلام ومفاجعة الأهل، أي الإفرازات التي يخرجها الرجل في العادة السرية أو عندما يقوم في الشركة الجسدية مع زوجته. قال الراهب: هل أمرك الله بهذين الأمرين؟ قال الباهلي: لا، ولكن هكذا أمرنا نبينا أي محمد. قال الراهب: ليست هذه إذن جنابة، وتحقيق ذلك أن الله قال عن المؤمنين والمؤمنات: الزواج مقدس والمضجع غير نجس، وإنما الجنابة ارتكاب المحارم. ثم سأل الراهب: أيما عندك أشرف الإيمان إما الإسلام؟ قال المسلم: الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان. قال الراهب: فإذا كتابك يرد عليك، لأن في موضع قال لكم: اتقوا الله حق اتقاء ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. فقلتم: يا نبي الله، من يطيق هذا؟ فقال لكم: فاتقوا الله ما استطعتم. فترى أن الإيمان أشد من الإسلام وأشرف منه، وكما لم تتقوا على الإيمان فأمركم بالإسلام، أمركم بالماء لأنكم لم تتقوا على وضوء الإيمان. قال المسلم:
وما هو وضوء الإيمان سوى الماء؟ قال الراهب: استمع إلى قول الحق ووصف وضوء الإيمان: الاستنجاء من الزنا، أي الابتعاد عن الزنا، هذا هو الوضوء الحقيقي. لا تنكح ولا تناكح. التوضؤ من السرقة. التمضمض من الكذب. غسل الوجه وهو غض الطرف عن المحارم وصم الأذنين من سمع كلام الهراء والكذب. ومسح الرأس هو جمع العقل بين يدي الله. وغسل القدمين هو كف عن المشي في المعاصي والمحارم. والغسل من الجنابة هو التوبة الصادقة من ارتكاب المحارم. فهذه هي الصفة وضوء الإيمان وغسلها. قال المسلم: ما أحسن ما وصفت يا راهب، وهو الحق، غير أن الله جعل الماء طهورا، والماء ينظف البشر ويفتح أبواب الصلاة ويدني من الله. قال الراهب: فما تقول في جماعة من المسلمين خرجوا في سفر فوقعوا في ضيقة 3 أيام ولم يجدوا ماء فانتقض وضوءهم، ومنهم من أصابته جنابة، فماذا يصنعون في ذلك الوقت في كل صلاة؟ قال المسلم: من قضى منهم حاجة يتمسح بحجر 3 مرات أو يتيم بالتراب، وما أصابته جنابة يفعل ذلك أيضا. قال راهب: فإذا أفرج الله عنهم ووجود الماء وتوضأ واغتسال، هل عليهم أن يعيدوا كل صلاة صلوها في الضيقة التي مروا بها أم لا؟ قال المسلم: لا، ولكن قد قبل الله صلاتهم وأجاز لهم ذلك كما يحب الله. قال الراهب: فما أرى للماء فضلا، إنه يفتح أبواب الصلاة ويدني من الله. هو ذا قد قام التراب مقامه وفتح أبواب الصلاة، فلا تفتخر بوضوءك بالماء، فإن الماء لا يدني الفجار من الله ولا يبعد التراب المؤمن من الله. فقال البهلي: ألا تقول إن المسيح مخلوق ابن مخلوقه؟ قال الراهب: أما بجوهر أبيه فهو الخالق، وأما بجوهر أمه فهو مولود من مخلوقة، أي مريم العذراء الطوبية. قال الباهلي: فإنه لا يستقيم أن يسجد لمخلوق. قال الراهب: ما تقول في أمة سجدت لمخلوق وهي أكرم الخلق على الله؟ وإني أنبئك بأمة قالت لا نسجد لمخلوق وهي الشر الخلق عند الله حالا. قال الأمير: فإنا لا نعرف هذه الأمة. قال الراهب: أليس إذا قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين؟ قال الباهلي: هذا قول الله حق يقين لا ينكره أحد. قال الراهب: فماذا ترى؟ هل الملائكة هم المشركون، أو ترى إبليس وجنوده مؤمنون، أو ترى الله جل وعلا محابي الملائكة وظالم الشياطين؟ قال له الباهلي: لا، لعمر ما هو كذلك، بل الملائكة مؤمنون طائعون والشياطين عصاة وكفار. قال الراهب: لم يخلق الله الخلائق وسبق بإظهار الآيات والعجاب على يد الأبرار والأخيار في القديم وعلى يد الأنبياء والرسل من بعد، إلا لكرامة مسيحه حتى ظهر لا يكون لأحد في أتباعه إنكار. وكما قال للملائكة اسجدوا لآدم، فمن سجد له كان أكرم الخلائق عليه، فمن أبى واستكبر صار أشر الخلق عليه حالا. كذلك قال في مسيحه للملائكة والبشر: هذا ابني الحبيب الذي به سررت، فله اسمعوا واتبعوه في كل شيء. فلا شك بالذين يسمعون له ويتبعونه إنهم أحسن حال عند الله، والخوف والخزي على من أبى واستكبر. الأمر الآخر أنه لا شك في أن المسيح أكرم وأعلى وأشرف من آدم. فضحك الأمير وقال: أقنعت أيها الراهب، والمجد والسلطان والقوة للإله الواحد الآب والابن والروح القدس، آمين. صلوا من أجلي أنا الراهب المشرقي، والرب يفتح قلوب الجميع ليعرفوا الحق، آمين.